محمود علاء في النادي الأهلي. طيب، محمود علاء عقده بينتهي الموسم ده مع نادي الزمالك. محمود علاء كان قابل فترة كبيرة جدا دون مستوى. طيب، محمود علاء بقاله أكتر من 6 ماتشات بره قائمة النادي، لكن كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في إن في تواصل بينه وبين محمود علاء هداف نادي الزمالك في خط الدفاع. محمود علاء 2019 كان هو مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، لكن بعد نهائي القرن 2020 أصبح أضحوكة بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك. الأهلي بيسعى للحصول على خدماته وإنه نفسه ويخلق فرصة عمل وبيئة عمل كويسة جدا لمحمود علاء، خصوصا إنه كان 2019 الهداف التاريخي لنادي الزمالك في خط الدفاع بعد أشرف قاسم ومجموعة كبيرة جدا من نادي الزمالك اللي كانوا في الدفاع. تفتكر الصفقة اللي تنجح ولا هتبقى فشوش؟